السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله بقى هنعمل صاروخ الفطاطري بطريقة جميلة جدا وسهلة، من غير بقى ولا عجن ولا وجع قلب ولا اي حاجة خالص، بطريقة جميلة جدا. ليه بقى نشتريه ب 200 جنيه واغلى من كده، مع ان احنا ممكن نعمله بامكانياتنا بأقل تكلفة وعلى قد إمكانياتك واللي موجود في بيتك ومتاح عندك. هنعمله بطريقة جميلة جدا تنفع بقى وجبة غدا، وجبة عشاء، حلوة قوي قوي في العزومات. بجد كانت طعمها خطير جدا وشكلها زي ما انتم شايفين كده، وكانت ريحتها خطيرة جدا، كانت قلبة الدنيا. من أحسن الوصفات اللي ممكن تعمليها، طعمها رائع جدا وسهلة ومخدتش مننا وقت ولا أي حاجة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك واشتري لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليق الجميل اللي بيساعدني. ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ومعاكم ولاء الزهيري، ويلا بينا عشان ندخل بقى نشوف وصفتنا الجميلة دي اتعملت ازاي ومقاديرنا النهاردة ايه. يلا بينا نشوف تكاتنا وحركاتنا مع ولاء، يلا بينا. ومقادير حشوتنا النهارده: معايا صدر فرخه متقطع شرايح رفيعه تقطيع شاورما، بصلايه كبيره او بصلتين وسط متقطعين مكعبات كبيره كده شويه، جزرايه كبيره مبشوره، وشويه فلفل الوان. ولو مش ما عندك فلفل الوان ممكن تعملي بالفلفل الاخضر، مش هيقول لا خالص. والملح بتاعي، وكيس البهارات بتاع كنور اللي هو 7 بهارات، بيوفر عليا كتير جدا. وطبعا الحشوه تقدري تغيريها على حسب المتاح معاكي وقد امكانياتك. اول حاجه انا لازم اسخن الروج بتاعتي تكون سخنه كويس جدا، وانزل عليها باربع معالق من الزيت، وادي صدمه للفراخ بتاعتي. عايزاها تعمل تدي كده ايه الصوت بتاع الصدمه بتاعتنا، عشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتبقى محتفظه بالسوائل بتاعتها وتبقى طريه معاكي مش ناشفه. اهم حاجه تكون الوك بتاعتك او الحله بتاعتك تكون واسعه، عشان الفراخ ما تبقاش على بعضها وتاخد صدمه. زي ما انتم شايفين خدت لون على طول معايا، يبقى انا كده ماشيه صح وما نزلتش اي نسبة سوائل خالص معاه. قلبت الفراخ بتاعتي لحد ما خدت 50% كده من السوا واتشوحت معايا كويس جدا جدا، وابتدي انزل عليها بالبصلايه الكبيره المكعبات او بصلتين حجم وسط. شايفين ما نزلتش ميه خالص معايا ازاي، وخدت صدمه معايا وما نزلتش اي سوائل. بجد هتطلع معاكم تحفه جدا وانت كده ماشيه صح. نزلت بالبصل بتاعي واديتها تقليبتين كده لمده دقيقه، وبعد كده نزلت عليها بالجزر المبشوره بتاعتي. طبعا انت حابه تضيفي اي حاجه او تشيلي اي حاجه مش بتحبيها، دي حاجه اختياريه ليكي، بس انا حبيت اعملها وتبقى فيها فوائد معايا كويسه جدا. نزلت بالجزرايه بتاعتي واديت لها تقليبه بسيطه كده، لان هي مبشوره فمش محتاجه سوا، وانا مش عايزه الخضار ياخد سوا كتير قوي لان هو لسه هيتحط في الفرن بتاعي، فمش عايزاه يفقد فايدته خالص. نزلت بالكيس البهارات بتاعتي بتاع كنور، ولو مش متاحة عندك هتحطي ملح، فلفل، كاري، توم باودر، بصل باودر. وتحطي كمان لو عندك حبان رشة حبهان باودر معاكي، وتقلبي مكوناتنا طبعا، او حسب ما انتي بتحبي تتبلي الفراخ بتاعتك والشاورما بتاعتك، او ممكن تحطي تتبيلة الشاورما الجاهزة كمان. قلبنا كده معايا، وطبعا التوابل دي مفيش عليها نسبة ملح، فحطيت ملح معاها، وزودت كمان رشة فلفل اسمر وسنة شطة كمان عشان تدي طعم حلو جدا معايا. كده قلبتهم خلاص، نزلت بالفلفل بتاعي. واول ما نزلت بالفلفل يا دوبك اديت تقليبة كده بسيطة. وفي حاجة بقى جميلة جدا بتدي طعم حلو قوي تست قوي للشاورما: فص توم كبير او اتنين وسط تقطعيهم قطع صغيرة، وتبتدي تحطيها في الاخر كده. يعني يا دوبك تحطي تقطعي الثوم قطع صغيرة او تبشريها، وتدي تقليبة كده تقليبتين بسيطة، يعني دقيقة تقريبا كده. يعني تحطي الثوم مع الفلفل وتقلبي تقليبة كده بسيطة، تطلع ريحة الثوم بقى وشوفي الروايح الجميلة. بجد وصفة تحفة وريحتها جميلة جدا. ما تقوليش بقى الشاورما بقى بتاعت بره ولا اي حاجة خالص، هتعمليها في البيت بجد هتعشقيها. قلبت كده خلاص لمدة دقيقة، وصفتي كده خلصت. هحطها بقى في مكان تبرد معايا، ونشوف بقى هنكمل وصفتنا ازاي. اول حاجة طبعا انا محتاجة اعمل السائل اللي انا هورق بيه الصاروخ بتاعي او المادة بتاعتي. انا جبت كوباية لبن وحطيت عليها بضاية، ونزلت عليها بمعلقتين كبار كده من الزبادي، وهحط عليهم كمان نص كوباية من الزبدة. طبعا الزبدة ما بتخليهاش تبقى ناشفة ووحشة، بتخليها جميل جدا. هتحطي ملح، معلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وقلبت كله كويس جدا جدا عشان دي اللي انا هورق بيها وتدي طعم حلو.
جبت لفه من الجلاش نص كيلو وفردت ورقه، وابتدي اشربها كويس جدا بالسائل اللي احنا عملناه. وطبعا هسيب لكم كل مقادير بتاعتي في صندوق الوصف زي ما اتعودتوا معايا. حطيت الورقه التانية وشربتها كمان بالسائل التوريق بتاعي. هتحطي في النص ورقه بس متنيه على 2. طبعا انا خدت الورقه اللي كانت مقطعه بصراحه، اللي بتبقى مقطوعه في النص دي، وحطيت الورقه وتنيتها على 2. وتبتدي تنزلي بالحشوه بتاعتك والمتاح عندك. انا عملتها قلت لكم بالشاورما النهارده الفراخ، انت ممكن تعمليها بالجبن بس، ممكن تعمليها مع الصاجه المتاح عندك. واديتها رشه جبنه موزاريلا وقفلتها زي السندوتش زي ما انتم شايفين. واهم حاجه ان انا جبت الصينيه بتاعتي واديتها مسحه زبده تحت عشان ما تلزقش معايا زي ما انتم شايفين. عشان حبيت اكرر لكم تاني، انا فردت الورقه الاولانيه وحطيت السائل بتاعي. شايفين انا بنزل ازاي بيها؟ حطيت طرفها ونزلت بالراحه كده عشان تنزل معاها وتبقى متساويه فوق بعضها. ونزلت عليهم بالسائل بتاعي ونزلت ومسحتها. المهم تنزلي السائل ده تبقي ملياها كلها، تبقي مغرقه الحروف وملياها كلها. هجيب ورقه تالتة واتنيها على 2 عشان دي اللي انا هحط عليها الحشوه بتاعتي، وعشان تقدر تستحمل الحشوه بتاعتي ما تبقاش دايبه معايا. زي ما انتم شايفين حطيت الورقه متنيه على 2 وحطيت الحشوه بتاعتي، وهنزل عليهم برشه جبنه موتزاريلا وابتدي اقفله زي الساندوتش واطبقه. هطبق انزل من الجنبين زي ما انتم شايفين كده. هقفل من الجنب ده ومن الجنب ده وابتدي الفه زي الساندوتش بتاعي بالظبط. هخلص كل الطريقه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وارص بتاعتي في الصينيه جنب بعضيهم بالمنظر ده. بعد ما خلصت كل المقدار بتاع لفه الجلاش بتاعتي، هبتدي بقيه السائل بتاعي اللي كان فاضل معايا بتاع الترويق، وافضل اشرب بيه الصينيه بتاعتي. طبعا انا ما كفاش معايا البايركس التاني، جبت واحد صغنطوط تاني وعملته، والمره دي التاني ده كمان عملته بالجبنه والفلفل بس. حبيت اشكل كده الطعم اليوم. طبعا تفضلي تشربي بالفرشه، ما تصبيش، لو صبيتي هيعجن معاكي يبقى وحش جدا معاكي. واهم حاجه تكوني مشغله الفرن بتاعك يكون سخن. شربته بقى بالسائل بتاعي ده كده لحد ما اتشرب معايا بالفرشه واحده واحده، واديته رشه جبنه من فوق كده جميله، وحطيته في الفرن خد معايا نص ساعه وطلع معايا بالجمال ده. يا سلام يا سلام على الطعم والريحه، نفسي تشموا وكان نفسي ادوقكم كلكم. وصفه رائعه جدا ومخدتش مننا وقت، ورائعة فوق ما تتخيلوا، هتعجبكم جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الوصفه كانت رائعه جدا ومورقه من جوه، عامله طبقات كده زي الفطير كده. كانت رائعه جدا بجد. السائل اللي معاكي ده مدي طعم ونكهه جميله جدا. يعني الناس اللي خايفه من الزبادي او البيضه في الريحه او الطعم بتاعتهم مش باينه اطلاقا، مديه تست حلو قوي قوي، هتعجبكم بجد. الوصفه كانت رائعه جدا وبجد تستحق التجربه. ومستنيه الكومنت بتاعكم وتعليقكم انكم تقولوا جربتوها وتقولوا لي ايه رايكم. وبجد لو عجبتك وصفه النهارده ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقي الجميل اللي بيساعدني. واشوفكم في فيديوهات تانية، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته في رعاية الله وحفظه حبايبي. مع السلامة.